بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد مشاهدي الأكارم تكبراتشو تكتاتاي وندموشنا اندزقون بغتوش عندنا دياك وجه عندنا جزء سو قرآن مليون شلال ليلا نقروشن مليون شلال حفظ يفلقال وين مراجعة ما أدري يفلقال يسرى تكملوا مقرات لا يشيل شلال من قال لا يهونوا يسووا ظروف بدأ ما استقبلنا تنسأنا على مسألة يزورت بشراب بوتالاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. እየተንቀሳቀሰ ስራ ላይ ሊሆን ይችላል እየሄደ ሊሆን ይችላል በመኪና ሊሆን ይችላል በእግሩ ሊሆን ይችላል እዚህን ሰዓት ሰዎች ጋር ሆኖ ሊሆን ይችላል አው እንዳይረበሽ ወይንም ደግሞ በጎን የሚሰግዱ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ካሉ ሰዎችን አዳላ ለማድረግ ድምጡን ቀነስ አድርጎ በዚህ ሁኔታ ሙራጃዓ ቢያደርግ ቢቀራ ምንም የሚከለክለው ነገር የለም። ስለዚህ ሰው እየተንቀሳቀሰ መቅራት ሙራጃዓ ማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ማንበብ እንደ ሸርዑ እንዴት ይታያል? ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ያጋጥማሉ። ስለዚህ አልহামዱሊላህ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد لازم إياك يتنقساقس مراجعة مادرك محفز يتلاعب نقروش مادرك فلا نعلم مانعا من أن تحفظ القرآن أو أن تقرأه بهذه الطريقة. أو يتنقساقس نبقران بت هنيتا ما نيوم سو يتنقساقس مقرات هنا نقر مادرك يمي كلكل من نقر يلم عندهم الله سبحانه وتعالى والله جل في علاه يقول من الآل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى سورة آل عمران أنكس زتنا عن لا مالتنا. سلازي يتنقساقس يهد من ياله بما نيوم بتابي كرا منهم شجر اللهم لكن فالأفضل هو قراءة القرآن على أفضل حال وهو الجلوس مستقبل القبلة وجبلو ولا قبلة زورو بقراءة نواوي دالوت يستحب أن يستقبل القبلة ويجلس متخشعا بسكينة ووقار ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو ماشيا أو على فراش جاز منم شجر اللو من دزاهونه بيقرأ بلوار. سلازي سوق زي كللو لمثالي تلاقي كله هو نبوتها بقبل لشرع يشرع كله هو نبوتها لشرع بتلاقي خطوة عجنة سعري ياتبو من يالو ስራቸውን እየሰሩ የሚፈልጉትን ስራ እየሰሩ ቁጭ ብለው ሙራጃዓ ቢያደርጉ ቢቀሩ እየተንቀሳቀሱ የሚከለክላቸው ነገር የለም። ይሄንኑ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። هذا وصلى الله وسلم الى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.